وعلى قد ما أنا متحمسة لمراجعة الرواية دي، على قد ما أنا كنت خايفة جدًا وأنا باكتب مراجعتها، مش لإن الرواية صعبة أو الرواية دسمة بطريقة بايخة أو لإن تقييمها بالنسبة لي واقع، الرواية أخدت مني في تحضيرها تفاصيل كتيرة جدًا، وكل ما باحط تفاصيل كل ما باحس اللي هو لأ مش كفاية أنتم محتاجين تعرفوا تفاصيل أكتر، ده لإني استمتعت واتبسطت جدًا بالرواية، الصراحة من ضمن الليستة اللي تطلعك من أي reading block، فأنا قلقانة قبل ما أراجع معاكم العمل ده، خايفة ما تكملوش الفيديو للآخر، بس خليني أطلب منكم طلب، محتاجة تقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد؟ قولي رواية حبيتها قوي من إصدار دار في بلدكم، يلا بينا خلينا نبدأ مراجعة فيديو النهاردة. أنا لحن صندوق الموسيقى والعصفور اللي شايل سنبلة على آخر منقاره، رواية أبطالها تقريبا كلهم بنات، ومراجعتنا النهاردة هي رواية أنشودة الوداع، وده أول عمل أقرأه لفايز القرشي من إصدار دار مسار الكويتية، والصراحة أنا كنت متحمسة جدا أقرأ للكاتب ده لأن في الدار ليه حوالي 13 عمل، تخيل 13 عمل في دار واحدة للكاتب ده بقى أعماله عاملة إزاي. الكاتب ده هتلاقوا في أعماله في الأغلب دايما فهرس كده موجود فيه الفصول، رغم انها روايه مش مجموعه قصصيه الا انه لازم يقسمها لنا كده، والروايه بتبدا احداثها معانا في سنه 2010 بالتحديد في شهر مارس، والشهر ده اللي بدا فيه كلام عن جرائم قتل الاطفال. المشكله ان الجرائم كانت بتحصل بطرق غريبه جدا، حتى مفيش سبب ولا منطق يخلوهم يقتلوا الاطفال دي. لو جيت تدور على القاتل ممكن يكون مين وطريقة قتله، تلاقي ان كل مرة طريقة القتل بتبقى مختلفة. العمل المرة دي مش بطلة واحدة، هما بطلتين، مي وماريا 6 سنين ومي أكبر منها بسنتين، يعني 8 سنين. بابام كان رئيس مركز شرطة القرية اللي عايشين فيها، كان ليهم ساعة واحدة بس بيقضوها في اليوم مع باباه، وده كان بسبب ظروف شغله. احنا نقعد بقى ونكمل الحكاية بالظبط. يوم 29 مارس بالتحديد بيكتشفوا جثة طفل اسمه عامر مرمية جنب نهر على حدود القرية، طفل 6 سنين بين 4 اخوات، معروف قد ايه بشقاوته وروحه الحلوة، حتى وشه كان دايما بشوش. طفل في السن ده يتقتل بالوحشية دي، قالب حجر ينزل على دماغه اكتر من مرة لغاية ما ينهي حياته. زي ما قلت لكم ان الاطفال كلها كان بتختلف طريقة قتلهم، بس كانت في حاجة واحدة ثابتة، الطفل اللي بيكون معاه لعبة وقت قتله اللعبة دي بتختفي بعد ما الطفل بيموت. من هنا بنيجي بقى للساعة اللي بيقضيها الأب مع بناته، وبما إن ماريا الأصغر فطبيعتكم وتطلع تلعب مع الأطفال، فكان الغريب بالنسبة لها إن خلاص كده عامر مش هيلعب معاهم تاني. وقتها الأب حب يبسط الموضوع، كان رده إن خلاص عامر ما بقاش موجود، عامر طلع فوق بقى طير من طيور الجنة. ويونس يا بابا، يونس اللي مات بعد ولادته ب4 أيام، لو مش عارفين حكاية يونس فيونس ده الأخ الصغير لمي وماريا، بعد ولادته بأيام توفى. كان طبيعي هنا ماريا تسأل على أخوها يونس هل هو بقى طير من طيور الجنة زي عامر؟ بعد ما الأسرة كلها قضت الساعة اللطيفة مع بعض واتعشوا بيدخلوا كلهم يناموا، بس ماريا بتقلق على الساعة 5 الفجر، بتتفاجئ إن أختها مي مش جنبها. تبدأ ماريا تدور على أختها في كل مكان بس للأسف ما بتلاقيهاش، لغاية ما بتنزل عند باب البيت الرئيسي، بتلاقي باب البيت إنه مفتوح. تفتكر وقتها ماريا أختها لما قالت لها لما هنلعب مع بعض استغماية اعرفي إن أنا هروح أستخبى منك في الغابة، فبدون أي تفكير طبعا كطفلة صغيرة افتكرت المعلومة دي، طلعت ماريا تجري على الغابة عشان تدور على أختها مي اللي أكيد مستخبية منها. فضلت ماريا ماشية 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 في الغابة لغاية ما النور بدأ يطلع كده والشمس بدأت تدي ضي حواليها، لحد ما ماريا بتلمح حاجة وقع بعيد فبتقرر إنها تجري عليها، والمفاجأة بتكون الحاجة دي هي مي أختها اللي مرمية على ظهرها فاتحة عينيها وسايحة في دمها. تبدأ ماريا تقرب عليها وهي ماسكة في إيديها قالب الطوب، خايفة إن أي حد يطلع عليها. اللحظة اللي بتقرب ماريا من مي بتحس بحد وراها، وقت ما بتلف كل حاجة بتضلم لأن ماريا بيغمى عليها. 12 سنة عدوا كانوا كافيين جدا إن يخلوا ماريا تتخطى أحداث اليوم ده. مع أول يوم دراسي بتدخل ماريا كلية الإعلام وبتقعد في سكن الطالبات. بعد 12 سنة كانت الأم توفت والأب بقى قاعد في البيت نتيجة إصابة في الشغل. بس هل رحلة الجرايم بتنتهي هنا؟ أكيد لا، تقريبا بتبدأ أسوأ رحلة ممكن تمر بيها ماريا. كان أي حد ممكن يزعلها أو يضايقها، للأسف الشخص ده كان بيبقى محكوم عليه بالموت، وللأسف ده ما بيكونش على البال ولا على الخاطر إن الشخص ده يتقتل، وسكن كله طالبات مين بيخش يقتل البنات؟ ما كانتش هنا المفاجأة خالص، هي الكارثة وقت الجريمة اللي بتحصل في سكن الطالبات. كانت ماريا بتسمع صندوق الموسيقى اللي كان مربوط ما بينها وما بين أختها، موسيقى معينة كانت بتشتغل ودي أصلا كانت سر. وما بيقفش الموضوع لحد هنا،
ماريا لما كانت بتروح موقع الحادث اللي اتقتل فيه صاحبتها، سواء كانت دي او دي، كانت برضو بتلاقي السلوجان او الشعار اللي كان ما بينها وما بين اختها: العصفور اللي على اخر منقاره سنبله. ماريا ما بتبقاش عارفه في الاول هي المفروض تبلغ الشرطه بالتفاصيل دي، وازاي اصلا حد في الدنيا دي عارف بالتفاصيل اللي هي سر ما بينها وما بين اختها، واللي محدش في الدنيا عنده علم بيها. طب ازاي؟ ده اختها مي اتقتلت من زمان، واختها مي الكل مأكد لها انها فعلا ماتت. ماريا بتقرر انها تحكي للظابط عشان يكون معاها في كل خطوه. بتبدأ ماريا مع تطور الأحداث إنها تقرر تدور هل أختها مي فعلا ماتت ولا لأ، وليه دايما جريمة القتل بتحصل دايما عشان خاطر ماريا. قرر ماريا إنها تسافر تشوف الدكتور اللي شاف جثة أختها وتسأله هل مي فعلا ماتت ولا لا. للاسف في رحله ماريا للبحث عن اختها هل فعلا عايشه ولا لا، وبتوصل للدكتور اللي يعتبر شاهد على جثه مي، اكد لها ان مي اتقتلت. ولما بتقرر انها ترجع البيت وتسال هل اختها مي عايشه ولا لا، نفس اليوم ما بتلاقيش والدها. ودي بالنسبه لها بتبقى حاجه غريبه، لان باباها اصلا قعيد. من امتى باباها ممكن يخرج لوحده؟ بس كل اللي ماريا كانت عارفاه للنهايه ان مامتها كان دايما احساسها ان مي ما ماتتش. ازاي وهما دفنوها؟ ما تعرفش. الروايه بالنسبه لي كانت غرابتها ان انا مش عارفه اوصل لتفاصيل النهايه. انا ممكن عندي احساس ببعض الحاجات، بس ان انا اتوقع النهايه بتفاصيلها كان موضوع صعب بالنسبه لي. واكتر حاجه علمتهاني الروايه جمله بتقولها لطفلك ممكن يترتب عليها مليون حاجه في مستقبله او في حياته بعد ما الجمله دي تتقال. تقريبا اللي قرأ الروايه دي هيفهم انا قصدي ايه. تقييمي للروايه دي هو 5/5. اللي حببني فيها اكتر ان الروايه دي تناسب اي حد في اي فئه عمريه. ما حسيتهاش ان فيها مشاهد تخليني لا يا جماعه ما ينفعش حد يقراها فوق سن ال 18. بالعكس خالص، الروايه حلوه لاي سن. بالاضافه سواء انت كنت قارئ مبتدئ، قارئ بقالك مده، عندك ريدنج بلوك، الروايه دي مناسبه لك جدا، لان انت من قاعده واحده هتخلصها وهتحس ان انت مستمتع. طريقه السرد، النقل في الحوار ما بين الشخصيات، كلها حاجات مربوطه بشكل منسق يخليني اللي هو انا مش هينفع اسيبك من ايدي لغايه ما اخلصها. فحقيقي من اكتر الروايات اللي انا حبيتها في قراءات السنه دي، وحاسه لو انا برشحها لاي حد. فانا انبسطت بيها، كان اول عمل اقراه لفايز القرشي، ومستنيه انتوا كمان تقراوها، وما تنسوش تقولوا لي رايكم لو انتوا قراتوها. واشوفكم على خير في مراجعه جديده.